السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا يا جماعة احنا بنعتذر لكم خلال الفترة اللي فاتت ان احنا مش قادرين ان احنا نعمل فيديوهات بشكل مكثف زي الاول. ولكن كان عندنا شوية مشاكل شخصية وشوية انشغالات كده. وطبعا الجو زي ما انتم شايفين مش مساعد. درجة الحرارة ممكن سالب 25 دلوقتي او سالب 24 حاجة زي كده، في تلج بقالنا فترة. طبعا فترة الشتاء كلها بتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يعني يمكن اهو ازازة مية سايبها من امبارح في العربية، شايفين عملت ازاي؟ تلج، صخر. فكل دي اسباب بتخليني ان انا مش قادر اعمل فيديوهات بشكل مكثف. طبعا لا يخفى على احد ان الدولار حاليا anywhere between 65 ل 70. طبعا سعر البنك ده نسوه، 30 او 31 ده كلام فارغ يعني. كل حاجه طبعا بتغلى الفتره اللي فاتت. ودايما انا بقول، يعني دايما في فيديوهاتي قبل كده كنت بقول اللي جاي احسن، وتفائلوا بالخير تجدوه، وان شاء الله فات الكتير يا اولاد ما باقي الا القليل، وان شاء الله خير ونتفائل ولازم نكون يعني نبص بنظره كويسه للامام والكلام ده كله. للاسف حاليا الكلام ده كله كلام فارغ، لانه اللي بيسوقنا في الوقت الحالي هو نظام للاسف الشديد نظام جاهل جدا. انا لسه شايف فيديو اول امبارح لكامل الوزير مع احمد جاموسه، وبيقول له انا اصل الكهرباء الكهرباء الناس بتستهلك كهرباء زياده عن الحد، وانا قاعد في مكتبي التكييف كان مش عارف 25 خليته 27، ونازل من الوزاره لقيت في لمبتين منورين في وزاره الكهرباء، فاتصلت بوزير الكهرباء قلت له في لمبتين عندك منورين. هو ده الحل، هو ده الحل يا جماعه. للاسف احنا في مصر احنا متعلمين واللي بيسوقنا جهله، فده بقى حالنا. لكن على العكس مثلا هنا في امريكا او في اوروبا او في كندا او في الدول اللي بيسموها متقدمه، يعني في قطاع كبير من الناس بيكون في المخدرات وفي الكحوليات وفي الادمان بشتى انواعه، سواء مخدرات او كراك او حاجات زي كده. لكن اللي بيسوقهم واللي بيحكمهم ناس متعلمين، فعشان كده حكموا العالم. انما احنا متعلمين ولكن اللي بيسوقنا جهله. فهو ده اللي تفتق ذهن الراجل المحترم، انه لما يطفي اللمبه، لمبتين الكهرباء، اللمبتين اللي شغالين في وزاره الكهرباء، هو دول اللي ايه اللي هيوفروا الكهرباء وهيخلوا النور مش هيقطع في مصر. او لانه لما يخلي التكييف من 25 يخليه 27 خلاص مش هيستهلك كهرباء كتير، فكده الحمد لله احنا بنوفر. امال هتعملوا ايه؟ اما الدوله زي امريكا دي اللي هي عامله قاره 50 دوله في بعض، يعملوا ايه في الكهرباء بتاعتهم؟ ازاي منورين البلد دي كلها؟ وليه الكهرباء ما بتقطعش هنا؟ وليه الكهرباء ما بتقطعش في دول العالم؟ اشمعنى بتقطع في مصر بس؟ هي مصر بس اللي متاثره بالظروف العالميه والكلام ده. فطبعا يا اخوانا يعني الوضع طبعا للاسف صعب جدا جدا. وطبعا يعني نتمنى انه الامور تبقى افضل، ولكن بالوضع اللي البلد ماشيه فيه ده وطول ما حاكمنا شويه الناس دول مش هيحصل خير في البلد الفتره الجايه. وحتى التعويم مش حل، حتى التعويم مش حل. لو خلى سعر البنك سعر الدولار في البنك يساوي السوق السوداء اللي هو مثلا دلوقتي 65 66 او زي ما يكون، ده مش حل، لانه الاقتصاد تعبان وغير قادر على توفير مصادره الدولاريه من مصادره الداخليه، اللي هي مصادر الداخليه اللي هي زي السياحه، زي قناه السويس، زي تحويلات المصريين في الخارج. تحويلات المصريين في الخارج خلاص ما عادش حد بيبعت حاجه مصر، لانه خلاص اصبح معظم الناس او كل الناس غير واثقه في النظام المصرفي المصري ده بشكل كامل يعني. والسياحه طبعا برضو ما يخفاش عليكم انه السياحه برضو مضروبه وطالع عينها وعين اهلها لسبب بسيط جدا، لانه السائح لما بيروح مصر بيتعامل معامله مش كويسه، وانتوا بتسيبوا له شويه برتيت. يعني لما بيروحوا الهرم في نزله السمانه ولا كلام من ده بتبص تلاقي شحاتين وناس بتتحرش مثلا بالسائحات والكلام ده كله. فطبعا ده بيأثر، يعني اللي بيجي هنا اللي بيروح مصر بيروح مره واحده بس وما بيكررهاش تاني بعد اللي بيشوفه في مصر، لان السياحه في مصر زي ما احنا قلنا اللي بيحكم جهله، فسايبين الامور ايه سداح مداح. فانت مثلا لو رحت مكان وحبيته هتروحه مره واثنين وثلاثه. انا مثلا هنا في امريكا رحت واشنطن دي سي مثلا 4 مرات او 5 مرات. رحت نيويورك مثلا 15 مره. ليه؟ حابب المكان فبروحه. كل ما احب مثلا اتفسح او اغير جو او كلام من ده. فنفس القصه السائح الروسي او السائح مثلا الانجليزي او لما يروح مصر ويتعامل المعامله مش كويسه دي. وطبعا يعني يدخلوا على اليوتيوب ويشوفوا مئات ان لم يكن يعني الاف الفيديوهات اللي بتتكلم على سواح روحوا مصر وايه ويتعاملوا بطريقه مش كويسه. فطبعا ده برضو بيأثر على الدخل الدولاري بالنسبه لمصر. عشان كده الدولار فيه مشكله في مصر. وعلى فكره يا جماعه
في مغالطه الناس كتير بتقع فيها، يقول لك الدولار رفع، الدولار زاد. يا جماعه الدولار ما زادش، الدولار ثابت. اللي بينزل هو الجنيه، اللي بينزل هو الجنيه، والدليل سله العملات التانيه كلها. يعني الجنيه بينزل قدامها. يعني الريال السعودي النهارده ب 17 جنيه، نفس القصه. يعني طب الريال السعودي علاقته بالدولار الامريكي، فهو الجنيه هو اللي بينزل، هو اللي بيتراجع، مش الدولار اللي بيزيد. الدولار ثابت، والعملات كلها، عملات العالم كلها ثابته، ولما بتزيد يعني حاجات سنتات فوق او تحت، حاجات بسيطه جدا جدا. لكن احنا الفتره اللي فاتت، خلال ال 10 15 يوم اللي فاتوا تقريبا كده، الجنيه بيخس كل يوم، كل يوم بيخس. يعني الاسبوع اللي فات كان ب 50، من 10 ايام او 15 يوم كان ب 50، وكل يوم جنيه 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 ينزل، جنيه جنيه لغايه ما وصل 65. ولسه في البنك تشوف اليافطه ب 30 او ب 31. طب وده كلام؟ طب وده كلام يا اخوانا؟ برضه من ضمن المصادر قناه السويس. طبعا قناه السويس بعافيه بعد ما اللي حصل يعني الفتره اللي فاتت في اليمنيين والحوثيين. وطبعا بقى في مشكله دلوقتي بالنسبه لمرور السفن، فما بقاش في دخل دولاري كافي من قناه السويس. وطبعا ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يعني لو تفتكروا قناه السويس الجديده وقناه السويس القديمه والخير جاي كل ده كلام فارغ يا اخوانا، كل ده كلام فارغ. للاستهلاك المحلي، كل ده الاستهلاك المحلي. وطبعا الناس يعني سايقين شويه برتيتا في الاعلام، سواء مصطفى فقري او يوسف الحسيني. فاكرين يوسف الحسيني اللي كان قال لك 20 جنيه دي مش هتحصل، وانا مسؤول عن الكلام ده، انا كنت شاطر جدا، كنت طالب شاطر جدا في الاقتصاد. فاكرينه فين ده دلوقتي؟ دول كلهم علم مرتزقه. ومصطفى فقري من يومين ثلاثه بيقول لك انه في ضخ دولاري جامد هيبقى في البلد، مش عارف 100 مليار او 150، رقم ضخم جدا. 100 مليار او 150 مليار داخلين البلد، ولذلك قبل ابريل سيتم القضاء على السوق السوداء. السوق السوداء مش هتخلص في مصر وهتفضل في مصر. السوق السوداء دي طالعه من سنه 67 او من سنه 70 وهي طالعه في مصر، فمش هتخلص، مش هتعرفوا تقضوا عليها. ليه؟ لانه انتوا مش قادرين توفروا. امتى السوق السوداء تخلص؟ امتى السوق السوداء تنتهي؟ لما اروح انا البنك، او لما تروح انت البنك معاك مثلا 10000 جنيه، تقول لهم انا عايز دولارات بال 10000 جنيه دول، ساعتها مفيش سوق سوداء، مفيش حد يلجأ للسوق السوداء. والسوق السوداء النهارده بقى بيشتغل فيها كله. يعني كان الاول السوق السوداء دي بتاعت مثلا تجار المخدرات، تجار السلاح، اللي بتوع الاعمال المشبوهه، اللي بيغسلوا فلوس، الكلام ده كله. انما دلوقتي السوق السوداء بيشتغل فيها تجار الذهب، تجار العربيات، تجار اللي بيستوردوا الحاجات، الاحتياجات بتاعت الناس، مثلا كراريس، كشاكيل، مواد، يعني مواد خام للمصانع، الكلام ده كله. فالسوق السوداء النهارده هي دي بقت السوق الرسميه اصلا. يعني السوق السوداء اصلا حاليا هي دي السوق الرسميه. فالنهارده الدولار في السوق السوداء ب 65 او من 65 ل 70، لانه هو بكذا سعر. يعني انت ممكن تشتري ب 65، واحد زميلك يشتري ب 67. فالسوق السوداء دي هي السعر الرسمي بتاع الدولار. انسى موضوع البنك ده خالص. 30 او 31 حتى لو عوم، مفيش نتيجه هيعملها الناس دي. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. الناس دول ماسكين البلد من ايام ما كان الجنيه او الدولار كان ب 30 قرش. 30 قرش يا اخوانا. شايفين التراجع؟ شايفين التراجع قد ايه؟ من 30 قرش ل 65 جنيه. ولسه بنقول لسه هنستنى، طب نغير، طب نشوف، طب نصبر، طب مش عارف ايه. نصبر فين؟ خلاص. وكلنا الكلام ده بنقوله من 2013 ايام الانقلاب، لما كان ساعتها الدولار كان لسه ب 6 جنيه ولا ب 6 ونص، ولا حتى ب 7، ما وصلش كمان 7 تقريبا يعني. لا اعتقد انه كان وصل 7، كان تحت ال7. واصل شرعيه ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وادي اهو وصل 65. المفروض اي حد ايد هذا المجرم المفروض يعتذر ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، يمكن ربنا يفك علينا البلاء والغلاء ده. لكن طول ما الوضع زي ما هو ومكمل زي ما هو، الدولار هيوصل 100 جنيه يا اخوانا في القريب العاجل. يعني ممكن في 2000، في اخر 2024. ليه؟ لان اهو انت شايف اهو كل يوم اهو الجنيه بينزل، كل يوم كل يوم. يعني خلال الانهيار حصل حوالي 10 15 جنيه في اسبوع او في 10 ايام. فالوضع لو استمر بكده، حلني بقى، شوف لي بقى هنعمل ايه على ابريل ولا مايو ولا على اخر السنه. هيوصل 100 جنيه مرتاح. فيعني ربنا يا رب يفرجها. وكنا بنقول الكلام ده، وقلنا الكلام ده كتير، وناس كتير قالت الكلام ده، والناس للاسف ما كانتش بتسمع. وادي اهو البلاء لما بيحصل على الناس كلها. ربنا يا رب يفرجها. ما نتمناش حاجه وحشه لبلادنا. ولكن يا اخوانا اللي جاي على راي عمرو اديب، اللي جاي مخيف. ان شاء الله الفتره الجايه
في القناه بتاعتي هحطها في التعليق الاول وفي صندوق الوصف او في الديسكربشن، واشتركوا فيها يا اخوانا، وان شاء الله هعمل عليها فيديوهات الفتره الجايه. والقناه دي هتبقى لامريكا، والقناه الجديده ان شاء الله هتبقى على الاوضاع الاقتصاديه والاوضاع اللي حاصله في مصر الفتره الجايه، لان عندنا كلام كتير جدا هنقوله الفتره اللي جايه. ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.